خامس اختراع والأخير معانا الدراجة الهوائية أو العجلة، اللي اخترعه اسمه كارل درايس سنة 1817. كارل كان مهندس ألماني وعالم رياضيات ومخترع مبدع. اتولد في ألمانيا في مدينة اسمها كارلسروه سنة 1785، وكان شغال موظف حكومي. سنة 1816 حصلت ظاهرة عالمية اتعرفت باسم داس يا أونا زوما، عام بلا صيف، بسبب بركان اسمه تامبورا انفجر في إندونيسيا. قوة البركان سببت انتشار الرماد البركاني في الغلاف الجوي لدرجة الرماد ده حجب الشمس وتسبب في انخفاض درجات الحرارة عالميا ودمر المحاصيل وعمل مجاعة شديدة في أوروبا. وكان تأثير الكارثة دي إن الخيول بدأت تموت بالجملة بسبب نقص الغذاء، وده خلى وسيلة النقل الرئيسية اللي هي الحصنة أو عربيات الحنطور مش متوفرة. فكارل درايس فكر وقتها في ازاي ممكن الإنسان يتحرك بسرعة من غير ما يعتمد على حصان، وفكر في بديل يحل الأزمة. فبدأ بتجربة وسيلة تعتمد على قوة رجلين الإنسان بس. سنة 1817 اخترع أول نموذج لوسيلة نقل فردية، صنعها من إطار خشبي طويل بطول الجسم وعجلتين في خط مستقيم، مقعد تقعد عليه، ودراع توجيه أمامي زي الدركسيون، بس مفيش دواسات أو بدلات، بتتحرك برجليك بس، بتتحرك برجلين بس. سماها وقتها لاوف ماشين، آلة الجري، واتسمت بعدها دغيزينة منسوبة لاسمه يعني دغايز. في يوم 12 يونيو 1817 طلع كارل درايس في أول رحلة رسمية باختراعه في مدينة مانهايم، وقطع مسافة 13 كيلو متر في أقل من ساعة، وده رقم مذهل أيامها. الناس كانوا مذهولين، في منهم اللي استغرب شكل الآلة أو اتريق عليها، بس في منهم اللي أدركوا وفهموا إنهم قدام ثورة في عالم النقل. والعجلة اتطورت مع الوقت. في النص التاني من القرن ال19 ضافولها الدواسات والجنزير والكاوتشات الإطارات الهوائية، فبقت العجلة اللي بنركبها النهاردة. بس الفكرة بدأت عند كارل درايس.